أهلا بيكم. على مر التاريخ حصلت كوارث هندسية اتسببت في موت مئات الآلاف من الناس، وبرغم إنهم عرفوا المشكلة منين ودرسوها، ورغم كده الأخطاء برضو لسه بتتكرر، من محطات نووية بتنفجر وسفن ضخمة بتغرق وأطنان من الغاز السام بتتسرب. كل الكوارث دي بسبب فشل في الهندسة. أنا إبراهيم، وفي حلقة النهاردة هنتكلم على كوارث هندسية على مر التاريخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، يلا بينا نبدأ حلقتنا. انهيار سد بانكياو سنة 1975 اللي اتبنى عند نهر رو بإقليم خانان بموافقة الزعيم ماو تسي تونغ. اعتمدت الصين في المشروع ده على مهندسين سوفييت غير مؤهلين للتعامل مع المناخ الجغرافي للصين، بالإضافة كمان لاعتمادهم على أيدي عاملة صينية عديمة الخبرة في تشييد السدود. وفي وقت فترة العمل على إنجاز مشروع الخزانات، ركزوا المهندسين السوفييت على عامل كمية المياه المخزنة، وأهملوا معايير السلامة وقدرة السد في مواجهة الفيضانات، وده أدى لخسائر في الأرواح من 85,000 ل 240,000، والفيضان ده دمر 6,800,000 بيت. كارثة بوبال، ودي من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ البشرية، اللي أودت بحياة آلاف من سكان بوبال في الهند، ومش بس في منطقة بوبال، ده كمان المناطق اللي حواليها، لما تسرب 30 طن من غاز الميثيل إيزوسيانات المميت في الهواء في ديسمبر 1984 من مصنع مبيدات حشرية تابع لشركة يونيون كاربايد الأمريكية. الأزمة بدأت بعد ما انفجرت خزانات الغاز السامة اللي كانت بتستخدمها المصنع في صناعة المبيدات الحشرية، وده بسبب عطل في أنظمة السلامة بسبب ضعف صيانتها وعدم تنظيفها وتجديدها، ده غير ضعف وكفاءة وخبرة العمال اللي تم تشغيلهم من غير تدريب. والانفجار ده قتل أكتر من 7,000 شخص، ده غير تلوث التربة والمية وزيادة أعداد الأطفال اللي اتولدوا بتشوهات خلقية. فيضان جونستاون اللي محى مدينة كاملة ومات فيها 10% من سكان البلد سنة 1989، وده كله بسبب تهميش السد وعدم صيانته وانهياره بعد 50 سنة من إنشائه. تم بناء السد علشان يسيطر على الفيضانات المستمرة اللي كانت بتضرب جونستاون الأمريكية. ما كانش حد متوقع إنه هيتسبب في أكتر الفيضانات تدميرا في المدينة، وده كله ليه؟ بسبب اهتمامهم بالسكك الحديد بعد انتشارها بصورة كبيرة، وكانت وسيلة سهلة لنقل البضائع، وده أدى لإهمالهم لصيانة الجسر. كانت اس سلطانة سفينة بخارية مصنوعة من الخشب، وكانت السفينة دايما بتبحر في نهر ميسيسيبي لنقل شحنات القطن. الكارثة دي أسوأ كارثة بحرية في تاريخ أمريكا، لما انفجروا 3 من غلايات الأربعة للسفينة، وده اتسبب في حريقها سنة 1865. وعلى الرغم من السفينة حمولتها 376 شخص، لكن للأسف كانت حمولتها في الليلة دي كبيرة جدا. وصل عدد السجناء فيها ل 1960 سجين و22 حارس و70 زبون و85 من أفراد الطاقم، وده كله بسبب $5 اتدفعت رشوة لقبطان السفينة على كل أسير، وبسبب المجازفة دي اتقتل أكتر من 1800 أمريكي. السؤال هنا بقى، فين سفينة سلطانة من التاريخ؟ لما بنتكلم عن الكوارث البحرية الأضخم في تاريخ العالم، على طول هتجاوب وهتقول سفينة تايتانيك. على الرغم من عدد ضحايا سفينة تايتانيك 1500 شخص، وده أقل من عدد ضحايا سفينة سلطانة اللي وصل ل 1800 شخص، فليه تم إهمال سفينة سلطانة؟ لو حابين أتكلم عنها في فيديو خاص اكتبوا لي في الكومنتات. سد سانت فرانسيس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا هو من السدود الخرسانية التقيلة المقوسة، وتم إنشاؤه لتوفير خزان مائي لشبكة المياه في لوس أنجلوس، وكان تاني سد خرساني تم إنشاؤه من ضمن 9 سدود. انهار السد بسبب سلسلة من الأخطاء البشرية وسوء الحكم الهندسي في عام 1928، وده اتسبب في قتل 400 مدني، وده يعتبر أسوأ كارثة أمريكية بمجال الهندسة المدنية خلال القرن العشرين. لو حابين اعمل جزء تاني عن الكوارث الهندسية يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين. ويا مميز، اتمنى تدعمني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير دايما، سلام.